ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن مفهوم احترام الطفل، واتمنى ان كنتوا تكونوا بدأتوا تطبقوا ولو حاجة بسيطة من اللي اتكلمنا عنه. النهاردة هنتكلم عن طرق اظهار الاحترام. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن نقطتين 3 والنهاردة هنكملهم. من اكتر الحاجات اللي بتبين للطفل احنا قد ايه بنحترمه هي احترام حدوده وخصوصياته. لو انا هستخدم حاجته لازم استأذن منه. لو راجع مثلا من مدرسته وانا محتاجه اطلع اللانش بوكس او اشوف الكتب بتاعته او الهوم ورك او اي حاجه، انا لازم استأذن منه. ولو هو رفض انا برضو لازم احترم رأيه، والا ما كنتش استأذنته اصلا من البدايه. مهم جدا ان انا اعتذر للطفل لما اغلط في حقه، ولما اجي اعتذر بعتذر بس بدون ما اقوله بس انت لو كنت عملت كذا انا مثلا ما كنتش عملت معاك كذا، بس انت لما عملت كذا انا اضطريت مثلا اعلي صوتي. احنا بنعتذر وبس، يعني بنقول له انا اسف علشان الموقف الفلاني وخلاص. هل هو هيفهم كلامنا؟ هيفهم كلامنا جدا، وكمان هيقلدنا لما هو يغلط، هيتعلم ان هو يعتذر. وطبعا كلنا عارفين ان ثقافة الاعتذار ساعات بنلاقي ناس كبيرة ومش بتعرف ان هي تعتذر لما تغلط، واوقات دي حاجات بتبوظ علاقات كاملة بسبب ان الشخص بيبقى كبير ومش بيعرف يعتذر. برضو هنحترمه لما نديله وقت يفكر، لما ناخد رأيه في حاجة او نسأله عن حاجة نديله وقت يفكر، لاننا كتير بنبقى فاكرين ان الطفل دماغه سريعة زينا، احنا بس مجرد نسأله فهو ما بيردش فهو ما عندوش اجابة. لا، هي الفكرة ان هو بيحتاج وقت للتفكير، ووعدك انك لما تديله وقت للتفكير هتنبهري بالاجابة في كل حاجة. يعني عموما خدوها قاعدة مع الطفل، دايما ادوله وقت. حقيقي الوقت بيفرق جدا في كل حاجة، سواء في تصرفاته ان احنا نكون عارفين الهدف من ورا التصرف ده. لما نسأله احنا ممكن ان هو يقول لنا كلام احنا عمرنا ما توقعنا ان هو ده الهدف من التصرف اللي هو بيعمله، لان بيبقى ظاهر لينا حاجة واللي هو عايزه حاجة تانية خالص. وحقيقي انا شخصيا بنبهر باجابات الاطفال لما بس بسألهم انت عملت كده ليه. برضو من الحاجات المهمة جدا ان انا اشجعه يعبر عن رأيه. يعني انا مثلا لو قاعدة انا وبابا بنتكلم في موضوع هو ممكن ان هو يقول رأيه فيه، انا ممكن اسأله طب انت ايه رأيك في موقف زي ده؟ طب تفتكر هو المفروض كان يتصرف ازاي؟ الطفل وقتها بيحس ان هو زيه زينا، هو مسموع، هو له احترامه. احنا كلنا مستنيين يقول رأيه علشان احنا بنحترمه وبنقدره. ده كله بيفرق معاه. يعني لكم ان تتخيلوا الطفل ده ممكن لما يكبر يبقى عامل ازاي، او يحس ايه، يحس هو تقديره لذاته اصلا عامل ازاي، نظرته لنفسه ان انا بابا وماما بيسمعوني، ان انا بياخدوا رأيي، ان هو رأيي مهم، وان هو لو قال رأي فعلا كويس اقول له برافو. ولو الرأي مش مناسب احنا ممكن نناقشه ونقول له طب تفتكر لو عمل كذا مثلا، طب ممكن رد الفعل يكون كذا. ممكن تشوفي اي موقف تحكيه له وتقولي له انت شايف ايه، لو كنت مكانه كنت ممكن تعمل ايه. الحاجات دي بتخلي الطفل، بتساعده على التفكير. انتوا مش متخيلين ده بيعمل ايه في شخصية الطفل. برضو من اكتر الحاجات المهمة جدا ان احنا نلتزم بوعودنا مع اطفالنا. اي وعد هتديه لطفلك لازم تلتزم بيه مهما كان صغير او كبير. ولو ده ما حصلش لحاجة خارجة عن إرادة المربي فهو لازم يعتذر للطفل ويفهمه ان دي حاجة غير مقصودة، وان هو كان يتمنى ان هو ينفذ الوعد ده بس هو اضطر ان هو ما يعملوش عشان 1 2 3. ودي حاجة يا ريت ما تتكررش كتير، لان الطفل مع الوقت هيفقد الثقة تماما في كلام المربي، وهيبتدي ياخد انه كلامه ده اي كلام، وان هو بيوعد وما بيوفيش. وده بيتعمل من الطفل بشكل لا واعي، يعني هو مش بيقرر ما يصدقكش، لا هو اوتوماتيك لما انت بتديله وعود كتيرة ومش بتنفذها، وده للأسف بيحصل كتير جدا. هو الطفل تلقائي بيقرر ان ماما وبابا بيقولوا كلام مش بيعملوه، فبالتالي هو اولا هيعمل زينا بالظبط، ثانيا مش هيكون في مصداقية ما بيننا وما بينه، واكيد ده ما فيش مربي يحب يكون موجود ما بينه وما بين طفل. كل المواقف دي هتوضح للطفل ان هو قد ايه شخص مهم ومحترم، وليه وجود في اسرته، وليه احترامه من كل اللي حواليه. ان شاء الله المرة الجاية هنتكلم على نتائج احترام الطفل، وايه اللي هيحصل في شخصية الطفل لما دي تكون الطريقة الطبيعية بتاعتنا. الا لو حصلت حاجات بسيطة وده طبيعي يحصل، لكن ده العادي بتاعنا ان احنا نكون بنحترم الطفل. واشوفكم على خير.